انشروا الحلقة دي لكل الناس، خصوصا ان احنا داخلين على فصل الصيف وذاكرة المربي دايما 30 يوم، يعني ذاكرة ضعيفة. لا. السلام عليكم مربين الدواجن في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة احنا داخلين على فصل الصيف. معظم العنابر اللي في دولة الامارات او في دول الخليج عامة عندنا في مشكلة بتواجه معظم العملاء، وانا جاي النهاردة هقدم لك حل او تاخد بالك من نقطة، علشان معظم المربين يعني مش واخدين بالهم وبيشتغلوا في الصيف بفكر مختلف شوية عن المطلوب. اللي بيحصل حضراتكم ان الخلايا لما بتشتغل، طبعا احنا هنا معظم الناس ما عندهاش الظرف اللي بتكون قدام الخلايا. الافضل انك تكون حاطط ظرف قدام خلايا التبريد، لكن معظم العنابر ما عندهاش الشبابيك دي. طيب، فبيعملوا ايه؟ بيحط لك كيس مشمع على الخلية من بره، ويقفل لك الخلية من بره ما عدا فتحة صغيرة كده، يقول لك عشان بس تدخل الايه الهواء للفراخ او للكتاكيت. وبيشغل مثلا مروحة او مروحتين حسب المناخ وحسب الجو، ويبدأ يقول بسم الله ويشتغل. وبيبدأ على عمر 6-7 ايام يلاحظ حاجة غريبة جدا. بيلاحظها امتى؟ مع زيادة التهوية. يعني اول ما يفتح مروحة تانية، او حتى لو المروحة اللي عنده شديدة شوية، يلاحظ ان الكتاكيت ما عادتش بتقوم وتجري وتلعب باركة في الارض، مع ان الحرارة مظبوطة ورطوبة عالية، لان في الصيف والخلايا التبريد بتكون مزودة الرطوبة. الا ان برضو المربي بيلاحظ الكتاكيت ليه قاعدة في الارض كده بشكل يعني زي ما يكون بردانة، مع ان الجو مش ما هواش برد. احنا في الصيف والحرارة مظبوطة 33، ده احنا حتى الحرارة بره العنبر 40 و50، احنا يعني مستحيل يبقى الفرخ بردان. طب ايه بقى سبب المشكلة دي وعلاجها هيكون ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه مع بعض حالا، لكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. دلوقتي لما بنفتح مروحة كبيرة، كمية الهواء اللي داخله العنبر مرتبطة بالمروحة. يعني انا فاتح مروحة واحدة مثلا، انا بديك مثال واحد، انا فاتح في العنبر مروحة كبيرة واحدة بس. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان كمية الهواء دي ثابتة. ليه؟ لانها مرتبطة بعدد المراوح. فانا لو فاتح مروحة واحدة لازم افتح الفتحة بتاعت خلايا التبريد. اما انت حاطط مشمع بقى، المشمع ده لازم يكون الفتحة اللي فيه متناسبة مع قوة المروحة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو المشمع ده، لو انا شلت المشمع ده خالص، كمية الهواء ثابتة، مش هيدخل هواء زيادة. الهواء مرتبط بعدد المراوح، خلاص انا كمية الهواء اللي انا هدخلها العنبر ثابتة. اما المشمع اللي انت حاطه على الخلايا ده بيعمل ايه؟ المشمع ده لو انت قافل جامد بيخلي سرعة الهواء تزيد. يعني حضرتك تلاقي الهواء داخل على العنبر سريع، الكتاكيت تلاقيها ايه؟ قاعدة، مع ان الحرارة مظبوطة والرطوبة مظبوطة. طب يا دكتور يعني اعمل ايه؟ افتح المشمع شوية، ما تخافش. مش المشمع والخلايا اللي هيدخلوا لك هواء، الهواء ثابت بعدد الايه؟ بعدد المراوح. امال الفتحة اللي انت بتفتحها دي ايه؟ دي بتحدد سرعة الهواء. يعني عكس ما انتوا فاهمين، المربي فاهم ان هو لما بيقفل يبقى كده بيدفي، يعني بيقلل دخول الهواء. لا، كمية الهواء ثابتة. انت لما بتقفل المشمع سرعة الهواء هي اللي بتزيد. هديك مثال، احنا لما بنيجي نرش مية بالخرطوم قدام بيتنا في الشارع او بنسقي الزرع، كمية المية بتكون ثابتة مرتبطة بالحنفية. لكن لو انا ضغطت بصباعي على الخرطوم، سرعة المية هي اللي بتزيد، لكن الكمية ثابتة. فانت سيادتك نفس المثال ده طبقه على العنبر. انت لو فاتح مروحة واحدة ومضيق الفتحة، سرعة الهواء هي اللي هتزيد، مش كمية الهواء. التهوية مش هتزيد ولا حاجة. فانا لو عايز اقلل سرعة الهواء عشان الكتاكيت تقف على رجليها ما تقعدش على الارض، ده انا اعمل العكس، اللي هو افتح المشمع، ازود الفتحة بتاعت الخلايا عشان سرعة الهواء تقل، فالكتكوت يشعر اكتر بالحرارة والرطوبة فيقف على رجليه. لكن لما بقفل المشمع سرعة الهواء بتزيد، فتلاقي الكتاكيت قاعدة مش راضية تقوم تجري في العنبر كده وتلف، ومع ان رطوبة عالية ومع ان الحرارة مظبوطة.
فانت خد بالك بقى، لو عايز تزود احساس الكتاكيت بالرطوبة والحرارة افتح المشمع، يقوم احساسها بالدفى يزيد، مع ان انت متخيل ان كده هتبرد. لا، ده الهواء اللي داخل سخن اساسا. ركز، يعني انت الهواء اللي داخل من بره هو سخن اساسا. انت لما بتزود الفتحه بتاعت المشمع انت بس بتقلل الضغط، فهتلاحظ ان سرعه الهواء بتقل. تشعر بقى حضرتك وانت واقف في العنبر ان الجو عاد فيه رطوبه، عاد فيه حراره. انت كإنسان في الأسبوع الأول لما تكون داخل في العنبر واقف حران، أنت عرقان، هو ده المطلوب إثباته للكتكوت في الأسبوع الأول. لكن لو أنت في العنبر واقف في العنبر مرتاح والجو لطيف، يبقى الكتكوت بردان. يعني خد بالك، أنت ما بتقيسش على نفسك. أنا عايزك في الأسبوع الأول تدخل العنبر تبقى حران زهقان في رطوبة. تمام، ده الجو المناسب في الاسبوع الاول. في الحاله دي تلاقي الكتكوت دفيان واقف على رجليه بيلف في العنبر، بتصلصله بتلاقيه ده عامل لك دواير من غير ما تمشي ولا تهش ولا تنش، انت بس بتخبط له تلاقي العنبر كله قام. لكن لما بيكون سرعة الهواء زيادة، او انت واقف مبسوط وفرحان بسرعة الهواء، او انت مش حران في الاسبوع الاول ومش عرقان كده لما بتكون انت مرتاح، الكتكوت بتلاقيه مش راضي يقف على رجليه، ياكل ويشرب وينام تاني. خد بالك، دي نقطة مهمة جدا، أرجو أن أنا أكون عرفت أوصلها لحضراتكم. أنا أتمنى أن أكون عرفت أوصل الفكرة لحضراتكم، لأن المفروض أشرح في العنبر نفسه. لكن إذا كانت الفكرة وصلت لحضراتكم خلاص، استأذنك ابعت الفيديو ده لكل الأصدقاء مربيين الدواجن في مستوى الخليج كله أو مصر كلها. اعمل خير وابعت الفيديو ده لكل المربيين وكل العمال اللي حواليك. خلينا كلنا نشتغل صح. أنا نفسي المعلومة توصل، أو زكاة العلم نشره. انشروا الحلقة دي لكل الناس، خصوصا إن احنا داخلين على فصل الصيف، وذاكرة المربي دايما 30 يوم، يعني ذاكرة ضعيفة. محتاجين إن احنا نذكر بعض علشان ننجح كلنا سويا إن شاء الله تعالى. وبكده أكون وصلت لنهاية الحلقة. يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.